والفيلم ده كان بطولة منير مراد، وكان لأول مرة ظهور على الشاشة الملحن الكبير منير مراد، وكان عايز ينفذ ألحانه وأغانيه بنفسه. ولما طلع على التلفزيون عمل قلبان كتيرة جدا، والناس كلها كانت مبسوطة بالحاجة اللي بيقدمها. كانت حاجة مختلفة يعتبر، كان هو الوحيد اللي بيفكر بره الصندوق. ومنير مراد ما عملش غير 3 أفلام، وهما أنا وحبيبي سنة 1953، وفيلم نهارك سعيد سنة 1955، وظهر في فيلم قدام زكي رستم ومحمود المليجي مشهد صغير سنة 1964. وأما بالنسبة لفيلم أنا وحبيبي، هو كان أول ظهور ليه، وكان طالع قدام الفنانة شادية، والفنانة شادية كانت طالعة باسمها شادية، وهو كان طالع باسمه منير، وكان هو وزميله شغالين في المسرح، وهو كان بيحب الفنانة شادية. الفيلم مليان بأغاني واستعراضات جميلة جدا، وكانت جديدة على الناس، وحقق ساعتها نجاح كبير جدا. الفنان منير مراد بيعرف يعمل كوميديا حلوة أوي أوي أوي، مش موجود منها دلوقتي أصلا.